فانت لما بتبقي بتأوحيه في الحاجات التافهه، ما انت كده بتقولي له انا رايك ما يهمنيش، انا سلمتك نفسي بس مش هسلمك رايي. بصي التفاهه والغباء، انا سلمتك نفسي بس مش هسلمك رايي، انا رايي من دماغي. لا انت كدابه، انت لو رايك من دماغك خليكي عند ابوكي، ده انت سلمتي لي كل حاجه. عشان كده احنا كرجاله اللي هو ايه الغباء ده، انت بتعملي ايه؟ انت ازاي واقفه دلوقتي تنطحيني في كلمه ملهاش اي لازمه؟ اهلا بيكم، معاكم احمد الحارس، وهنا بنتكلم عن ازاي تحسنوا من العلاقه كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقه النهارده. ايه ماذا في جعبتك اليوم؟ حاضر. 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 حلوه دي. بيقولوا ان كلمه حاضر بتريح، دي حقيقه. في نفس الوقت اعملي اللي على مزاجك، بس ايه، قولي حاضر. قولي له حاضر واعملي اللي على مزاجك. كلمه حاضر بتريح، سواء بقى عملتي او ما عملتيش، انت بتريحي دماغك. حتى انتوا كمان بقيتوا بتقولوها لنا حاضر تمام هنعمل. في ناس تانية تقول لك لا ما تقولش، لان انت لو هتقول انت هتبقى ملزم بان انت تعمل، فلا ما تقولش. تمام. احنا افتقدنا ثقافه حاضر اللي هو هعمل. هي خلاص بقتش موجوده اصلا. ما بقتش وبالمناسبه ما بقتش موجوده، حتى ولو عايزه تعملي اللي انت عايزه تعمليه او ان انت هتعملي اللي هو بيقوله. يعني هي شبه بقتش موجوده، لان دلوقتي بقت يعني بيتم الترويج ان كلمه حاضر بتتقال من الشخص الضعيف، مش من الشخص اللي عايز يريح الشخص اللي معاه. لا، انت بتقولي لي حاضر عشان انت ضعيفه، او انت بتقول لها حاضر عشان انت ضعيف. فدلوقتي بقت الناس اغلبها بقى معتقدين ان اللي بيقول حاضر ده ضعيف، مع ان بالعكس. احنا المفروض ان احنا داخلين بنتجوز ليه؟ عشان نتعب بعض ولا نريح بعض؟ لا عشان طبعا نريح بعض، يعني صح. مش خلاص، يبقى بعض. المفترض ان انا لما باجي اطلب منها حاجه وهي تقدر ان هي تعملها، لما تقول لي حاضر هي ضعيفه ولا فاهمه ان هي زوجه؟ ما هي حاضر دي نسبيه، مع معلش القدره يعني ايه حاضر؟ نسبيه. لا، ما عنديش اي مشكله ان القدره نسبيه. ما هو اكيد اللي انا هطلبه من واحده مش بالضروري واحده تانية تقدر تعمله. لكن انا بتكلم على زوجتي اللي انا قاعد بكلمها دلوقتي، بقول لها اعملي كذا وهي مش عايزه تعمله. احنا هنا ممكن ما نبتديش من الجواز على طول، احنا ممكن من الخطوبه، لان اللي بتقول حاضر في الخطوبه بالضروري بنسبه 50% هتقولها بعد الجواز، لكن لو ما كانتش بتقولها من الخطوبه. ماشي، انا متفق معاكي ان من المفترض ان تكون من البدايه، بس مش في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني هي في الاول مش محتاجه ان هي تقول لك حاضر، لان انت لسه مش صاحب الكلمه. تمام. ولكن على الاقل انتوا الاثنين خطتكم للجواز ورؤيتكم للي عايزين تعملوه تكونوا متفقين عليه. يعني انت مثلا قاعد بتتكلم معاها ان انت عايز من الزوجه بتاعتك 1 2 3 4، لقيتها بتقول لك فعلا اللي انت بتقوله ده صح، وانا فعلا عايزه اعمل الواحد 2 3 4 اللي انت بتقوله. تمام. دي حاضر بس مش حاضر. يعني هي قالت لك ولكن ما قالتلكش حاضر. لكن انت دلوقتي في الفتره بتاعه الخطوبه عايز تعرض افكارك عشان تفهم افكارها. لكن بعد الجواز بقت امر ونهي. خلاص امر ونهي. طب ليه دايما كلمه حاضر مرتبطه بالست وما بنسمعهاش من الراجل؟ لان هو صاحب الكلمه. ما احنا برضو مش عايزين نجمل في الكلام. مين صاحب الكلمه في الجواز، الراجل ولا الست؟ صاحب الكلمه، مش قصدي ان اللي بيتم استشارته ولا لا. صاحب الكلمه الاولى والاخيره في الجواز الراجل. خلاص، يبقى هو لما بيجي يقول لك بيديها لك في صيغه انك هو عايزك تعملي كذا، فالطبيعي ان انت تردي تقولي ايه؟ تقولي حاضر. طب ما انا كمان ببقى عايزاه يعمل حاجات، لا ما بيقوليش بقى حاضر. ما عندناش اي مانع. هو ليه ما بيقولكيش حاضر؟ هو المفترض ان هو اللي على مزاجه بقى، سواء قال لي حاضر او ما قاليش. انا لسه هقول اهو. هو المفترض ان انت لما تكوني عايزه تعملي حاجه بتقعدي تتناقشي معاه، لان احنا لسه قايلين ان هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره. تمام. فحتى لو هو قعد يتناقش معاكي واقتنع، مش بالضروره يقول حاضر. هو ممكن يروح يعمل لك اللي هو عايزه. ليه؟ طب ليه بقى رايه؟ ما انا لسه بقول لك اهو، لان هو بقى رايه، انت اقنعتيه فتحول من ان هو رايك لوحده لرايه هو كمان. واحنا برضو لسه قايلين ان هو صاحب الكلمه. فان هو يروح يعمل لك الحاجه مش اقل من ان هو يقول لك حاضر. اللي انت كنت بتتكلمي عنه من شويه ان الكلمه بتريح ويتعمل عكسها، لا، اللي انا بكلمك عليه اعمق من كده، ان هو فعلا عمل لك اللي انت بتقولي عليه، لان لقى ان وجهه نظرك في الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه اصح من وجهه نظره. فدي مش مشكله ابدا. لكن اللي بيكون الراجل عايزه من الست ان هي تقول حاضر. ليه؟ لان هو بيكون صاحب الامر. ومع يعني انا عارف ان الكلمه دي عندكم فيها حساسيه، مع ان ده يعني في نظري تصرف غلط جدا، لان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيقول كده، ان اذا امرها اطاعته. ان هو امر، هو بيامرك. فما تكتبيش على نفسك وتقولي لا اصله لازم يستشيرني واصله لازم يقولها لي مش لا يا فندم، هو اللي بيامرك، هو ده دوره كزوج. لو انت مش فاهمه ان ده دوره كزوج ما تتجوزيش. ريحيه وريحي نفسك وريحي المجتمع وريحي المجره. فهو لما بيأمرك بيكون عايزك تقولي له حاضر. لان الراجل زي ما قلناها كتير قبل كده ما بيحبش الست اللي بتناطحه. مش معنى كده ان هو مش هيناقشها، ولا عمرنا قلنا ان هو ما يناقشهاش، ولكن انا جاي بقول لك اعملي كذا، عايزك تقولي حاضر وتروحي تعملي كذا، مش حاضر اللي بتريح.
مع اني بقى ممكن اضيف حته، الستات الكبيره هي اللي هتكون فاهمه الكلمه دي. انا بقول لك حاضر، الناس اللي بتقول حاضر بتريح، انتوا عارفين قصدهم ايه؟ ان انت ممكن بعد ما تقولي له حاضر تغيري وجهه نظره من غير ما تصدميه، بس انتوا بقى عندكم من الغرور ان انتوا عايزين تصادموا الراجل، في فما بتقولوش وقتها حاضر. اللي هو لا انا ايوه هقول لا من الاول. فانتوا بقى عندكم الغرور ده لان اتزرعت فيكم ان انا زيه، لا انت عمرك لا كنتي ولا هتكوني زيه. فدلوقتي بقيتي انت عايزه ان انت على طول تنطحيه، لا اللي انت بتقوله ده ما اعرفش ايه، ها. ولكن الستات زمان، الستات الكبيره امهاتنا هم اللي كانوا فاهمين الكلمه دي، ان انت بتقولي له حاضر، هو سمع حاضر هدى، بعد كده لما هتيجي تعرضي فكرتك هيكون عنده تقبل ان هو يسمعك، لان انت ما ناطحتيهوش. لكن غروركم دلوقتي بيقول لك لا انت لو قلتي له حاضر تبقي ضعيفه، فخلاص ماشي، انت مش عايزه تكوني ضعيفه لجوزك، يبقى بلاش تتجوزي. من الكلمات اللي سمعتها وحشه ليه؟ عند مين؟ من الست. لما هي بتقول ليه. يعني مثلا انت مثلا طلبت حاجه، لو قلت حاضر انا كده كويسه وتمام، لكن حلو. قلت بس ليه، لا انت بتفكري، انت ماشي. هتعنديني، انت بتنطحيني انت، لا فمن حلو قوي. الاول لا حلو قوي. دي ليه. ماشي. مش كلمه ليه هي اللي ليها سمعه وحشه، ما يتبعها هو اللي له سمعه وحشه. يعني ايه؟ احنا قلناها كتير وبنعيدها تاني، الراجل المفترض الامور اللي هتمس الاسره يستشير مراته. فهي من حقها ان هي تقول له ليه، لكن هل من حقها ان هي تقول له ليه دائما وابدا؟ ما هو معنى ان انت بتقولي له ليه دائما وابدا انت ما عندكيش ثقه في كلامه اصلا، فانت عايزه تعرفي كل حاجه هو بيعملها او بيقول لك اعمليها بيعملها ليه. مين اللي قال لكم كده؟ بالعكس طب تعالي نختبرها عشان بس الكلام الحلو اللي انتوا بتزوقوه ده افجره لكم دلوقتي. بيقول لها عايز بكره اكل ملوخيه. طب اشمعنى ملوخيه؟ يعني ايه اشمعنى؟ انا عايز اكل ملوخيه. مش دي تفاهه منك ان انت لمجرد ان هو نفسه في حاجه بتقولي له ليه، وانت مالك هو عايز ياكل دي ليه؟ لان في المبدا نفسه ان انت في كل الاحوال هتعملي ملوخيه، باميه، غير ما انت هتعملي. فلما يقول لك انا عايز اكل بكره ملوخيه ويلاقي ليه، ده انت عبيطه. مش دي اللي بيتقال فيها ليه، انت كده تافهه لدرجه انك واقفه في التفاهات. يعني ليه؟ دي تفاهه، ليها مكانها. الله ينور عليكي، ليه ليها مكانها؟ ليه دي اللي لما يكون في قرار كبير او حاجه فعلا انت مش فاهماها وانت متعوده منه ان هو قراراته بتبقى سليمه، فلما بتلاقي قرار او حاجه هو انت مستغرباها تقولي له ليه، بمنتهى البساطه هيرد عليك ليه؟ لان هو عارف ان انت مش بتنطحي ومش بتقفي في الهايفه وتتصدري، لكن انتوا للاسف بقيتوا دلوقتي عايزين تقفوا في كل حاجه. فبقت كل حاجه، يعني لو من الاول، يعني احنا مثلا هنا هناخدها في الاول قبل الجواز وبعد الجواز. في الاول لو بتقولي ليه كتير انت بتفقدي المعنى الحقيقي لكلمه ليه. الله ينور عليكي، كل ما بتستخدميها كل ما بتفقدي اهميتها. يعني مثلا ما تنزليش بالليل ليه؟ اعملي ليه؟ ما تعمليش كذا ليه؟ فبعد كده لما بنقول ليه ما بتردش علينا بقى، مش هيترد بقى خلاص، ما هو عرف ان انت من التفاهه انك واقفه في كل حاجه، لدرجه ان حاجات مش محتاجه. انت تعرفي ان في بعض الستات لما بيقول لها انا بحب كذا بتقول له ليه، مش بيقول لها اعملي. يعني هو في الخطوبه خاصه، ايوه في الخطوبه خاصه يقول لها انا بحب كذا، تقول له ليه ما بتحبش ده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت مظلم. بصي التفاهه وصلت لايه، ان هي ليه ان انا بحب عشان بحب. انت بتحب ده ليه؟ طب معنى كده ان انت ده وانا مش بطلب منك، يعني وانا مش بامرك وانا مش بطلب منك حاجه بتقولي لي ليه. امال لما حاجه اطلب منك بعد كده هتعملي فيا ايه؟ هيكون رد فعلك ايه؟ اذا كان في العادي انت فرحانه بكلمه ليه. عارفه العيل الصغير اللي بيدوا له لعبه جديده؟ انتوا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده بقيتوا بتتصرفوا بنفس المنطق اللي ابتدوا يقولوه لكم ان انت ليكي الحق ان انت تناقشيه في كل حاجه. فانت خدتي اللعبه دي الصغيره وعماله بقى اعتبريها زماره، انت ماسكه الزماره عماله تزمري بيها على اي حاجه. طب ما فيش سبب تزمري بيه دلوقتي. انت بتزمري ليه لا عشان انا معايا زماره وفرحانه بيها. فانا دلوقتي، وده بالغلط بالمناسبه، دلوقتي بقى من حقي ان انا اقول له ليه. لا انت من البدايه من حقك، بس خلي عندك قيمه للكلمه وقيمه لنفسك. بتقولي يعني له لا على ايه؟ يعني بيبقى في بقى حاجات اللي هو فعلا احنا بنسال ليه. يا جماعه بلاش تفاهه. فاللي هو لا، ما طول النهار بقى هو بيبرر كل حاجه ليه. فلما بتيجي بقى الحاجه الجد اللي تستدعي فعلا انت تقولي الله ينور عليك، الله ينور عليك، قرارات مصيريه، قرارات حاجه، ما انا خلاص بقى، ما انت زي بالظبط اللي معاه محاولات. الله ينور عليك، خلاص هو خلص. طب ما تخليه. الله ينور. والله العظيم المثال ده لو الستات تمشي عليه هيتبسطوا. حلو قوي الكلمه اللي انت قلتيها. اعتبروا ان الراجل معاه محاولات انه بيبرر، معاه عدد محاولات يبرر بيه. لما انت هتستهلكيه في الحاجات التافهه، لما هيجي لك في الحاجات اللي مش تافهه خلاص هو خلص. والله ما عنديش. الكلمه بقت سمعتها وحشه، انا طول النهار ببرر. هي دي، لان انت بتقفي له في حاجات تافهه ويا ريتها حاجات ليها من الاهميه ان انت تسالي عليها. وعشان كده قلت لك
انتوا لما بتقعدوا تسالوا ليه انت بتقولي الراجل بين السطور انا مش باثق في رايك. مش ده اللي احنا بنبقى نقصده، احنا ما هو ده اللي انا نفهم. بقوله لك، مش دايما، ما احنا لسه قايلين ان في تفاهات. ما تقوليليش ان انت عايزه تفهمي هو ليه عايز ياكل بكره ملوخيه، بلاش استعباط، لا انت فعلا بتأوحي وبس. هو ده اللي احنا بنقوله. فانت لما بتبقي بتأوحيه في الحاجات التافهه، ما انت كده بتقولي له انا رايك ما يهمنيش، انا سلمتك نفسي بس مش هسلمك رايي. بصي التفاهه والغباء، انا سلمتك نفسي بس مش هسلمك رايي، انا رايي من دماغي. لا انت كدابه، انت لو رايك من دماغك خليكي عند ابوكي، ده انت سلمتي لي كل حاجه. عشان كده احنا كرجاله اللي هو ايه الغباء ده، انت بتعملي ايه؟ انت ازاي واقفه دلوقتي تنطحيني في كلمه ملهاش اي لازمه؟ انا جاي بقول لك انا بحب اللون الابيض. ليه بتحب اللون ايه اللي ليه بحب اللون؟ بحب اللون الابيض. ايه اللي ليه؟ ده في حاجات يعني سمعتها برضو وحشه، ان انت بتحب مثلا إيه اسم معين، بتحب ستايل لا ما هو ده بيفكرك مش عارفه بمين كان عندكم ومين ده كان موجود. ده موجود، لكن في نفس الوقت هل كل مره هو بيقول لك ده هو بيكون بيفكره بحاجه؟ ولا انت عشان عايزه تحسي ان ليك ان انت ليكي اهميه ده بيقارني فبيعملني، اصله بيفكر، اصله بيعمل، اصله بيسوي؟ مش دايما. ليه تملي عايزين تحطوا نفسكم في الحته بتاعت ان انت بيتم مقارنتك بحد؟ لما يجي مثلا يقول لها انا بحب الشعر الطويل، تقول له ما تلاقي اللي كنت تعرفها قبل كده كان شعرها طويل فانت عايزني زيها وانا مستحيل ابقى زيها. لا طب انت ما انتوا غبيه. برضو ما بتوافقوش لما هكمل مثلا بس، ما انا هكمل اهو. لا انت غبيه. انا لسه قايل ان مش بالضروره يكون هو بيقارن بحد. انت حاطه نفسك ليه في مقارنه اصلا؟ هفترض معاكي ان هو من الغباء انه بيقارن، انت ليه حاطه نفسك في مقارنه؟ ما تطلعي نفسك بره المقارنه. طب وده ينطبق علينا وعليكم. ما هو عشان كده انا لسه قايل. ماشي، يعني انا لسه قايل لما هو جه بيقول لك انه من الغباء، اما انت بقى لما تيجي تقارنيه بواحد ده مش غباء بس. لا هي مش بتقارنه بواحد بس، هي مثلا ليها تيم معين مثلا في الرجاله من البدايه مثلا. وافقتي ليه؟ ما انا عشان كده برضو انا لسه لايم عليه وقلت له ده غباء، لان انت بعد ما اتجوزتها انت اتجوزت دي. مش مختلفين أو حتى على في دي. الأول يعني حتى في احنا الأول مش مختلفين على، الله ينور عليك، من الاول حتى. لأن في الأول مثلا بيتقال له مثلا والله أنت كنت مثلا ميالة مثلا لستايل معين في اللي أنا هرتبط اللي انا بيه، اقصده ايه؟ بس لقيت فيك أنت حاجات كويسة، مش شرط اللي انا بقى إن اقصده ايه؟ ان مش بالضروره يكون بيقول لك حاجه عشان بيقارنك بحد تاني. زي ما انت لسه بتقولي كل واحد فينا عنده شويه حاجات بيحبها، لما يجي هو يقول لك انا بحب كذا 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 كذا، تقولي له ليه؟ ايه العقل ده؟ طيب في برضو كلمة تانية برضو من الكلمات اللي حاسة ان هي بقت عزيزة شوية، ما بقيناش بنقولها بقى، حقك عليا او حقك عليا. الاعتذار. ما احنا لسه قايلين، احنا اذا كنا قلنا حاضر الناس بقت بتشوفها ضعف، فما بالك الاعتذار. للاسف برضو ده من نفس الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. الناس بقت شايفه المعامله الكويسه ضعف. حلوه الكلمه دي. الناس دلوقتي بقت شايفه ان المعامله الكويسه ضعف. انا لما اكون بحترمك يبقى انا خايف منك، انا ضعيف قدامك. لو ان انا بحترمها، يعني انا انا ما بعملش اي حاجه تانية، انا بس بحترمها، بعاملها كويس، بسمع اللي هي بتقوله. انا صاحب القرار بس بقعد واتناقش معاها. في ناس بقت بتعتقد ان ده ضعف. انت يعني ايه تناقش مراتك؟ في جمله منتشره بالنسبه لي مستفزه جدا، يقول لك الستات ما تناقشهاش. لا يا ريت يا ريت. يقول لك الستات ما تناقشهاش. ازاي يا جماعه؟ حطها قدام الامر الواقع. ازاي؟ معنى كده من الناس اللي بتقول ان هو شايف ان الست دي دماغها لا تساوي. لا، انت ازاي متجوز واحده في نظرك دماغها لا تساوي؟ وبرضه على الجانب الاخر مش معنى كده ان انا هناقشها في كل حاجه، ولكن ان انت عايز تحطها على اطلاقها يبقى انت بتقول الست دي ما بتفكرش. مين اللي قال ان الست ما بتفكرش؟ مين؟ فعشان كده الكلمه اللي انت بتقوليها اللي هو ايه، شاورها وخالفها. ليه اشاورها وخالفها؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان في امر من الامور بيستشير زوجاته عادي، لكن مش معنى كده انه لازم لما يستشيرها يعمل كلامها. فهو دي الكلمه اللي انتوا بقى الخلطه بقى. ايوه دي بقى الكلمه اللي انتوا بتعملوها. وانس انها مجرد ان انا قلت لك رايي، انت متوقعه انك لازم تعمله. لازم تعمله. لا، ولو مش معنى ان انا سمعتك اهانه ليكي. ما انا لسه هقول لك، مش معنى ان انا سمعتك ان انا لازم اعمل رايك. ده اللي انتوا مش فاهمينه. مش معنى ان انا سمعتك ان كلامك ده بقى قانون انا لازم انفذه. لا، انا سمعتك. هنا مسكنا العصا من النص. لا اللي هو الناس اللي ما بتاخدش راي الناس. الله ينور. بتاخد قرارات مصيريه. ايوه، اقول لك على حاجه. يقول لك لا، انا لو قلت لها هتقول لي انا كنت لسه هقول لك البيت والعيال وهنعمل وهنسوي. في بعض الستات بيكون عندها من الخوف في المناقشه ان هي بتقول له لا خد انت كل القرارات ما تقوليش اي حاجه. الكلام ده انا شفته بعيني بالمناسبه. اللي هي لا، ما تجيش تناقشني في حاجه كبيره انا بخاف. انت شايف ان ده كويس، انا واثقه فيك، روح اتصرف. لا، في بقى العكس اللي هو ما بيقولهاش
علشان هي هتقعد بقى ايه تحبطه. ايوه يعني مثلا ايه حد مثلا هياخد قرار ان هو مثلا هيسافر مثلا. فبيفاجئها، اصل انا لو قلت لك من قبليها كنتش هترضي. الله، بالمناسبه طب يبقى انت ساعات، ما انا كنت ساعات بيبقى عنده حق بس مش كتير. ده بقى من الناس اللي هي بتعمل ايه اللي هو ما تستشيرهاش. اقول لك على حاجه، تصدقي ان في خليها آخر المواقف من اللي انت يعلم. بتقوليها، في المواقف اللي انت بتقوليها دي، في بعض الحالات الست بتتبسط بعد ما بيقول لها، مش كتيره بس بتحصل، اللي هو ايه، لا إيه لما بتشوف النتيجه. ما أنا لا لسه ما هقول هو لك اهو. ماشي، انا بشوف النتيجه ما عنديش مشكله ان النتيجه كانت كويسه، بس هي الفكره ايه هو للدرجات دي؟ لا ده مش انت لو للدرجه دي. مشارك واحد ثانيه في سكن ثانيه، هتقول له ان ما انت انا كنت لسه مثلا هقول لك، هتسافر بكره ولا حاجه، ما هو مش لكن دي حكايه مراتك. للدرجه دي، ما انا لسه بقول لك اهو. انتوا كستات عندكم قصور في تخيل النتيجه، انتوا بتبصوا دلوقتي. ففرضا الموقف اللي انت بتقوليه ده، خلينا نقول انه هيعمل مشروع، هو كان عارف ان هو اذا جه قال لها قبل ما يعمل المشروع ان هي ممكن تقف له فيه، وهو شايف ان لا الحاجه دي هتفيد وهتنفع و فلما يجي يقول لها بعد ما عمل المشروع والمشروع نجح، بتبقى زعلانه ولا مبسوطه؟ بصراحه. لا بعد ما نجح بتبقى مبسوطه. الله ينور عليكي. يبقى انت ما كانش عندك في الاول القدره على تخيل النتيجه، وهو حقق النتيجه وجا وريها لك. ده بيحصل مع بعض الستات. انا مش بقول ان ده يعمم، لكن قصدي ان ده موجود. انا اللي بتكلم فيه ان طالما موجود ما ينفعش ان احنا نقول لا، ما ينفعش ندفن دماغنا في التراب بسبب ده. مش بالضروره ان يكون ده اللي منتشر، طبعا مش بالضروره يكون ده اللي منتشر، ولكنه بيحصل. انتوا للاسف بتحاولوا تاخدوا الحاجه اللي بتكون استثناء وتكونوا عايزين تعمموها. طب وليه ليه مثلا ما يقولش مثلا ان هو ياخد صوت تاني، حتى لو الصوت ده يبقى جرس، يعني مثلا حد بيخاف معاكي مع حد جدا. متهور. لا ما احنا ده حوار تاني، لكن انا قصدي ما كلامي هو انا مثلا معاكي هو جدا خلاص خد ان هو قرار ياخد صوت مصيري تاني. ان هو مثلا هيسيب الشغل ويروح يشتغل الشغف بتاعه وشغلانه احلامه، في صوت تاني خايف حلو. فبيقول له. طيب ما يطمنها بدل ما يقول لها. يعني ايه يطمنها بدل ما يقول لها؟ لا هو ما بيقولهاش اصلا. ايوه، ما احنا لسه قايلين اهو، ما يطمنها بدل ما يقول لها. ما هو ما قالهاش عشان عايز يطمنها، ولما جاب لها النتيجه هي اطمنت، يبقى هو كده غلطان وفي ولا عنده ناس حق؟ على ان هو ما قالهاش عشان يطمنها. وهي اطمنت لما شافت النتيجه. الفرق بقى في كده في حاجتين، ان في ناس اوريدي هو طبعه من الاول ما يعني عامل الست دي كده على جنب. ما هو ده بقى اللي احنا لسه قايلين له ان انت غلطان. لكن لا في ناس بتعمل حاجات وبتقول لهم، بس لو ممكن يقول لها ايه عشان هي بتخاف، ممكن مثلا ما يقولهاش دلوقتي، زي بالظبط لما بنخبي على حد احنا عارفين ان هو هيحصل له حاجه لو عرف ان الله ينور عليك، فبندرجها له. يبقى لكن التوقيت في ايد مين؟ التوقيت في ايد الراجل صاحب القرار، صح؟ خلاص يبقى هو دائما وابدا هيلام. لكن لا ما تبقاش نظرتك لا خالص، مش قصدي ان هي ما بتفهمش، ما انا لسه قايل ان الست دي لا بيتقال لها بقى فلوس ولا بيتقال لها حاجه ولا عايده تاني، احنا ده قلناه، لكن قصدي كلامي مين صاحب قرار التوقيت؟ لا دي بقى حاجه بقى وقت بعد كده. الله ينور، هو بقى اللي عارف، هو ادرى واحد بيها، هو اللي عارف المفروض يقول لها امتى، وهو اللي عارف ازاي يقول لها، صح ولا لا؟ لكن لا انا بتكلم على ان في وجهه اللي يكون شايف ان لا انت ملهاش لازمه، لا غلط. ان زي ما في ناحيه بتقول للست انت الراجل ده لازم يسمع لك كلامك ايا كان انت عملتي، الناحيه الثانيه بيقول لك لا انت ما تسمع لهمش لا اصلا. غلط. انا مش مع هذا. في السكه ديت واللي ماشي في السكه دي انا مش مع الاثنين. لا يا ابن الحلال، دي مراتك، ممكن تتناقش معاها في الحاجات اللي انت شايف ان رايها يكون مهم. ما ينفعش ان انت تكون شايف ان هي ملهاش اي راي، ما ينفعش تتعامل معاها ان هي ما بتعرفش تفكر، ما ينفعش تتعامل معاها ان هي ما عندهاش دماغ، وهي برضو ما ينفعش كل شويه. الله ينور عليكي، كنت لسه هقول لك ان حاجه كلمه بقى انت ما ينفعش تنطحيه على طول، انت ما ينفعش تقولي له مجرد ان انا قلت لك رايي لازم تروح ننفذه، انت ما ينفعش ان انت ما يكونش عندك ثقه في قراراته حتى لو ما قالكيش، لان اولا واخيرا طالما سلمتيه نفسك سلمي دماغك، ما تستعبطيش زي ما قلنا له، زي ما بنقول لك. فخليكوا يا جماعه، خليكوا وسطيين. اتعامل على ان الكلام الحلو مش ضعف، ان انت تتناقش مع مراتك مش ضعف، انه ما ينفذش كلامك مش كبر. افهمي انت بقى كست دي، هو يسمعك ومش ضروري ينفذ كلامك، انت المفروض عندك الثقه ان هو يروح يتعامل. فكلمه حاضر مش مجرد ان هي بتتقال، ما بتتقال. تاني حاجه ان انت تقول انا اسف ده مش ضعف عليا. تالت حاجه ليه نعززها بقى عشان يبقى كلمه ليه يبقى لها وزن، عشان لما تتقال يبقى ليها رد، يبقى ليها رد، لكن تتقال عماله على بطال كده تفاهه. يعني شويه كلمات كده، حاضر ما حقك عليا بالظبط، ونقلل ليه ونرد على الكومنتات، ولو في حد اي حاجه عايزين تتناقشوا فيها اكتبوا حاجه من اللي احنا قلناها غلط بالزبط. او شايفين ان انا بقول حاجه مش يعني نرد في الكومنتات. وميعادنا امتى المره الجايه؟ باذن الله نفس الميعاد، هيكون كل يوم سبت واثنين الساعه 7 بتوقيت القاهره. ما تنسوش اعملوا شير ولايك وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس عشان يجي لكم نوتيفيكيشن، واستنونا في حلقات جايه باذن الله.